واش ما لاحظتيش ان حتى حاجه ما بقات عاجبنا في هذا الوقت؟ النشاط اللي خاصنا نديرهم ما بقاتش عندنا ليهم الخاطر، بحال القرايه، الخدمه ولا حتى الجلسه مع صحابك، كيبانوا لنا مملين وما فيهمش واحد المتعه. وما لاحظتيش ان الجيل اللي طالع ما بقاش كيستمتع انه يخرجوا ويضلوا ينقزوا ويلعبوا كوره او الالعاب اللي كنا كنلعبوا حنا صغار بحال قاشقاش ولا شفاره وبوليس. تقدر دابا تكون كتسائل علاش انا ما عنديش الحماس بحال قبل، علاش كلشي ولا ممل؟ الجواب هو ان المشكل ماشي في ان الحياه اللي تبدلات، بل ان الداخل ديال دماغك اللي تغير، والمسؤول على هذا التغيير هو المتعه. واكثر حاجه كتدمر الدماغ ديالك هي واحد الحاجه فيها اعلى نسبه ديال الدوبامين تقدر تلقاها في شي فعل اخر. اليوم غادي نعرفوا اشنا هي الحاجه اللي تربعت على عرش المتعه، نشوفوا كيفاش كانت المسؤوله على انك ما بقيتيش مستمتع بالحياه، نشوفوا اشنو كيقول العلم عليها وكيفاش كتاكل من الدماغ ديالك شويه بشويه، وفي الاخير نشوفوا اخر ما توصل اليه العلم باش نتخلصوا منها قبل ما نفقدوا المعنى ديال الحياه. الرياضة، النجاح في القراية، وحتى الأكلة المفضلة ديالك، كل هاد الأفعال كتطلق في المخ مادة كيميائية مهمة سميتها الدوبامين، واللي هي مسؤولة على الإحساس بالمتعة والتحفيز. ولكن في العصر ديالنا المتعة ولات متاحة بشكل سهل بزاف وبكميات ضخمة، خصوصا في المحتوى الإباحي. هاد النوع من المحتوى كيحفز الدماغ بطريقة غير طبيعية، حيث كيخلي الدوبامين تفرز بكميات كبيرة في وقت قصير. النتيجة ديال هادشي الدماغ ديالك كيبغي يعاود نفس الفعل اللي عطاه هاد المتعة القوية، وهنا كيبدا الإدمان يتكون بلا ما تحس. المشكل ماشي غير في الافراز الكبير ديال الدوبامين، بل في التاثير ديالو على الدماغ. المخ ديالك كيتعود على هذا المستوى العالي وكيوضعو كانه هو الطبيعي. تخيلوا بحال العضله، الا عودتيها على حمل الاوزان ثقيله بزاف، اي حاجه خفيفه غادي تبان ليها بحال والو. نفس الشيء بالنسبه للدماغ ديالك، ملي كيتعود على متعه سهله وقويه كيولي صعيب عليه يستمتع بالحاجات اللي كتعطي متعه اقل واللي كتطلب مجهود بحال القرايه ولا الرياضه. هاد الظاهرة كيسموها العلماء التكيف العصبي، يعني الدماغ ديالك كيتكيف مع المستوى الجديد ديال المتعة، وباش يرجع يحس بشي نشاط آخر خاصو يكون فيه متعة أكبر، وهذا هو اللي كيخلي الأنشطة العادية والمفيدة في الحياة تولي بها وما كتعطي حتى دافع باش تكملها. باش نوضح هذه الفكرة أكثر خلينا نشوفوا تجربة مشهورة داروها العلماء على واحد الفار. زرعوا في دماغه قطب كهربائي مربوط مباشرة بالمنطقة اللي كتطلق الدوبامين، ومن بعد عطاوه واحد الزر بسيط، كل مرة كيضغط عليه الفار كيطلق الدوبامين وكيعيش أقوى متعة ممكنة. في الأول الفار كان طبيعي، كياكل كيشرب كينس وكيضغط على الزر من الوقت لآخر، ولكن مع الوقت بدا كل شيء كيتغير. الفار ولا مهتم بالزر أكثر من أي حاجة أخرى، بقى كيعاود يضغط عليه بلا توقف، تبدا يهمل الأكل والشرب والنوم. علاش؟ حيت الدماغ ديالو تعلم ان المتعه القصوى اللي يقدر يعيشها كاينه غير في داك الزر، وبالتالي باقي الانشطه الطبيعيه ما بقات كتعني ليه والو. هاد التجربه كتبين لنا واحد الحاجه خطيره، ملي الدماغ كيتعود على متعه قويه وسهله المنال كيولي يرفض اي متعه بسيطه وطبيعيه. وهنا بالضبط كيبان الخطر ديال الاباحيه، حيت كتعطي جرعات هائله من الدوبامين وكتخلي الدماغ يتجاهل الانشطه اللي فعلا كتساهم في بناء الحياه. كيفاش كيأثر هاد الشيء على حياتك؟ دابا بغيت نوريك بالضبط كيفاش هذا الموضوع كيدمر التركيز والانتاجيه ديالك، لان التاثير اكبر مما كتصور. اول حاجه التركيز ديالك كينهار بطريقه مخيفه. الدراسات العلميه كتقول بان الانسان العادي كيقدر يركز 12 ثانيه متواصله على المهمه الواحده، ولكن الشخص اللي كيشاهد البورنوغرافي بانتظام التركيز ديالو كينزل 8 ثواني. المعنى ديال هادشي في الواقع اي انك الا كنتي في الحاله العاديه غادي تقدر تراجع الامتحان 3 سوايع في النهار، فراه غادي تولي تقدر تراجع غير ساعتين، اي انك كتفقد ثلث ديال الانتاجيه بسبب البورنوغرافي. وفي غضون شهر غادي تكون في بلاصه ما تكون راجعتي 90 ساعه، غادي تكون فقدتي 30 ساعة من المراجعة. وتاني حاجة وهذه أخطر، كتصبح عاجز تماما تكمل أي مشروع. وباش نفهموا علاش خاصنا نرجعوا لنظام المكافأة. ملي كتبدا أي مشروع سواء كان مشروع دراسي، خدمة، تعلم مهارة جديدة، الدماغ ديالك يحسب شحال من وقت باش نوصلوا للمكافأة. مشروع عادي ممكن ياخذ أسابيع أو شهور باش تشوف النتائج، ولكن الدماغ ديالك إذا تعود على المتعة الفورية من الإباحية كيشوف هادشي وكيقول هادشي بعيد بزاف. فشنو كيوقع؟ كتبدا مشروع بحماس، ولكن بعد يوم او يومين الدماغ ديالك كيبدا يطلب المتعه الفوريه، فكتلقى راسك كتاجل وكتسوق كتقول خليه حتى الغدا. وهاد الدوره كتخلق عندك شعور عميق بالفشل وعدم الانجاز. كل مشروع ما كملتيش كيزيد من الاحساس ديالك بانك فاشل، وهذا الشيء كيدمر الثقه ديالك بنفسك. والاخطر من هذا الشيء كامل، حتى ملي كتكون فعلا مضطر تخدم، امتحان عندك غدا، عندك خدمه ضروري، شي حاجه ما يمكنش تاجلها، كتلقى راسك مشتت من الداخل.
كتكون جالس خدام وفجأة الدماغ ديالك كيطلب الجرعة اللي موالفها من الدوبامين، وهنا كيجيك الإحساس قوي، رغبة مفاجئة، وكل التفكير ديالك كيتحول من المادة اللي قدامك لهذا الإحساس. وتما كيكون عندك جوج ديال الخيارات، يا إما تستسلم وتمشي تشوف المحتوى وبالتالي كتضيع الوقت ديالك، يا إما تحاول تقاوم ولكن كل الطاقة العقلية ديالك كتكون مركزة على المقاومة وماشي على الفهم والاستيعاب. في كلا الحالتين انت خاسر، وما قدرتيش تركز وما كتقدرش تفهم وما تقدرتيش تكمل الخدمة ديالك. يمكن يبان لك ان الوضع خارج على السيطره ديالك، بحال الا الدماغ ديالك تبرمج على المتعه السهله وما بقى بيدك والو ديرها باش تصلح هذا المشكل. لكن الحقيقه ان الباب ديال الرجوع ديما مفتوح، واول باب هو التوبه. الله سبحانه وتعالى كيعرف ضعف الانسان وكيقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. يعني مهما كان الذنب كبير، التوبه باخلاص كتمحي الماضي وكتفتح صفحه جديده. وهذا الجانب الديني مهم بزاف، حيت كيحرك من الشعور بالذنب وكيعطيك امل وقوه باش تبدا من جديد. من بعد التوبه كيجي الظهور ديال العقل. العلماء كيسميو القدره ديال الدماغ على التغيير بالمرونه العصبيه او التكيف العصبي. يعني حتى ولو تعود على مستوى عالي من المتعه المزيفه، مع الوقت يقدر يتعود من جديد على المتعه الطبيعيه بشرط تعطيه فرصه. اول خطوه عمليه هي الانقطاع عن الاباحيه. الايام الاولى غادي تكون صعيبه، الدماغ ديالك غادي يطالب بالجرعه اللي تعود عليها وغادي تحس بالملل والفراغ، ولكن هنا خاصك تصبر، لان هذه المرحله بحال التطهير للجسم والعقل كيصفوا انفسهم. الخطوه الثانيه، عود الفراغ بالمتعه الطبيعيه بالصلاه والقران. هذه اللحظات كتعطي سكينه داخليه ما كيعطيها حتى شي مصدر اخر. بالرياضه حتى 20 دقيقه كافيه باش الدماغ ديالك يطلق دوبامين صحي. التعلم، كل فكره جديده كتشدها كتزيد عقلك متعه حقيقيه. وبالعلاقات الاجتماعيه، جلسه مع اصحابك، ولكن بشرط ما تكونش في هذه الجلسه شي حاجه تفكرك بالاباحيه. جلس مع داركم، عيش مع العائله ديالك، ضحك معاهم، راهم نعمه تستمتع باللحظه معاهم قبل ما تفقدها. هاد الانشطه كيعطيك دوبامين ومعنى في نفس الوقت. الخطوه الثالثه هي الاستمراريه والصبر. الدماغ ديالك ما غاديش يتبدل في ليله ونهار، بحال الفار اللي كان ناسي الاكل والشرب. ملي بعدوا عليه الزر تدريجيا بدا كيرجع يعيش الحياه الطبيعيه. وانت كذلك كل يوم كتقاوم فيه الاباحيه، كتعطي للعقل ديالك فرصه يرجع يستمتع بالحاجات اللي فعلا كتزيد حياتك قيمه. واخيرا، الحل ماشي انك تحرم راسك من المتعه، بل تبدل المصدر ديالها من متعه مزيفه وسريعه الى متعه حقيقيه حقا كتخليك سعيد. وفي الاخير كاين قدامك جوج ديال الاختيارات، يا اما تبقى عايش في هذه الحاله اللي كاين انت فيها، دماغ متشتت ما قادرش تركز حتى 5 دقائق، يا اما توقف دابا وتصنع النسخه الاقوى والاحسن من راسك.